سلام متتبعين الغاليين، راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم كما لاحظت في الصورة راح نديرو مع بعضنا فطيرة الظفيرة، راح نوجدها لرمضان. كما تلاحظوا هنا اني حطيت 3 كيلات فرينة، كيلت بالبول هذا، والبول هذا يرفد 250 جرام تاع الفرينة. درت 3 كيلات باه ندير 3 خبزات، وهنا عندي مغرفة ونص تاع اكل خميرة الخبز، وعندي مغرفة كبيرة نتاع سكر، وعندي كما لاحظتوا كيلة تاع حليب دافي، لازم يكون دافي، وعندي البيض والصفار راح ندهن بيه. راح نضيف 5 مغارف زيت، 5 مغارف تاع اكل زيت. نبقى نضيف في الحليب الدافي غير بشوي، من الأحسن تكون العجينة شادة روحها شوية، متكونش كيما تاع البيتزا أي بس شوي. أنا ردتلي بول معمرة تاع حليب، انتي بقي ضيفي بالعقل حتى تحصلي على القوام المطلوب. جيست راح نلمها ونعجنها عجنة خفيفة ونخلاها تتخمر مع الأقل نصف ساعة. راح نغطاها بساشي ولا بسيلوفان نخليها تتخمر. كيما تلاحظوا هاي خمرت معايا، ما راح نزيد نعجنها ما والو، راح نقسمها على 3 كويرات، نبدأ نطرح مباشرة. راح نقسمها 3 كويرات متساويين. نديرو شوية فرينة باه تساعدني كي نجي نرفدها ما تلصقش. هي اصلا العجينة راهي شادة روحها ماهيش طرية، الصراحة ما تعبتنيش. كاين اللي يطرحها ديريكتومون فوق بابي كويسون، مي انا جاتني هكا اسهل، محتاجتش اني نطرحها فوق البابي.
تكون العجينة تاعك طرية راح تتعبك. كيما تلاحظوا السمك نتاع العجينة نتاعي بعد ما طرحتها. راح نضيف لها كطبقة أولى الصلصة تاع الطماطم كيما اللي تديرها في البيتزا. طماطم طيبتها مع شوية ثوم وزيت، شوية طماطم مصبرة، شوية فلفل أسود، شوية ملح، وخليتها حتى نشفت ورحيتها عادي كيما نديروها للبيتزا. هنا الحشو اختياري، وش تحب تضيفي ضيفي. تحب تضيفي الشكشوكة معاها فيوندا داشي ولا بولي اشي كيما تحبي. انا فضلت اني ندير زيتون مقرض والبيض، صلصة الطماطم والثوم. الحشو يبقى اختياري، وش تحب تضيفي ضيفي. وراح نضيف لها الجبن الابيض الاجبان ثاني. الاختيار يرجع لك. انا راني درت جبن ابيض، وراح نضيف شوية جبن مبشور. انتي وش تحبي تضيفي ضيفي. انا وكان تقطع لي المقطع راني ربيت بيضة وضفت جبن مبشور، وراح نقطع العجينة نتاعي. لازم تقطعها بالشكل هذا باش يعطيك شكل الظفير. مرة تطوي منا ومرة تطوي من الجهة هذي حتى تتحصلي على شكل الظفير. كيما تلاحظوا ما كانش ما اسهل من هك. وراح ندهنها بصفار البيض. ضفت له قطرات من الخل ودهنت بيه عادي، وراح نرشها بشوية عجين جلانية. ما راح نخليها تخمر ما والو، مباشرة يكون الفور تاعك سخون وتدخليها تشعليلها من الفوق ومن تحت كيما طيب الكسرة او خبز الدار عادي. انا طيبت على درجة الحرارة 280 درجة من الفوق ومن تحت. هاي الفطيرة تاعنا بعد ما طابت وقسمتها